من ألذ وأشيك الوصفات القرع المحشي، يزين أي سفرة في أي عزومة أو مناسبة. حاجة كده تحفة، جربيه هيعجبك جدا. وعشان نعمل خلطة اللحمة دي جبت طاسة على النار، ضفت فيها معلقتين من الزبدة كبار. سخنت معايا الزبدة، نزلت عليها بنص كيلو من اللحمة المتقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده، وينفع لحمة مفرومة. اديت اللحمة صدمة واخدت لون خفيف بالشكل الجميل ده. نزلت عليها ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات، شوحتهم مع بعض. اديتهم رشه حلوه من الفلفل الاسود ورشه من البهارات المشكله او البهارات السبعه. هنزل عليها بفص ثوم كبير مفروم ناعم. هنزل عليهم بالجزرايه صغيره متقطعه مكعبات. هنزل عليهم بكوبايه من الميه المغليه واسيب اللحمه تستوي. حله على النار، نزلت فيها بمكعب زبده كبير ومعلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الكاري، نص معلقه صغيره من القرفه، نص مكعب مرقه خضروات. اقلب كل التوابل دي مع بعض، تطلع ريحه التوابل بالشكل الجميل ده. انزل عليها بكوبايتين من الرز البسمتي المغسول ومتصفي من الميه كويس ومنقوع لمده ربع ساعه. بعد ما شوحت الرز في الزبده والتوابل واخد اللون الاصفر الجميل ده، انزل عليه بكوبايتين ونص من الميه المغليه علشان انا هسوي الرز نص تسويه. هقلب الرز بالشكل ده واسيبه ياخد غلوه، واظبط الملح والفلفل بتاعه. ههدي عليه النار واسيبه يستوي. جبت واحده من القرع كده حجم صغير، ابدا افرغها. ده شكل القرعه بعد ما فرغت لها بالشكل ده من كل الجناب. وسعت جامد علشان اقدر اشيل الراس بتاعتها. هننضف كل اللي جواها ده بالمعلقه بالشكل ده كده، مش عايزين نخلي منه اي حاجه. شايفين ده شكل القرع لما فرغتها من كل البذور اللي فيها. جيب معلقه كبيره من الزبده، عليها رشه ملح ورشه فلفل وربع معلقه صغيره من العسل وتوم باودر، وهبدا ادهن بيها القرع من جوه ومن بره. استوت معايا اللحمه بالشكل الجميل ده واديتها الملح بتاعها. سبت شويه صوص فيها. هنزل عليها بالرز بعد ما هو استوى نص تسويه. قلبت خلطه اللحمه مع الرز وهنزل بيهم جوه القرعايه. هغطي عليها وهقفل عليها بورق الزبدة. هجيب ورق الفويل وهقفل عليها كويس. بعد ما قفلتها بالشكل ده هدخلها الفرن يكون مسبق التسخين على درجة حرارة 200. هسيبها من ساعة لساعة ونص على حسب حجم القرع. ده شكل القرع بعد ما خرجت من الفرن. بصولي على الحلاوة والجمال بتاعة القرع، شوية مكسرات كده على الوش، حاجة تحفة. من ألذ وأشيك الوصفات القرع المحشي، يزين أي سفرة في أي عزومة أو مناسبة. حاجة كده تحفة، جربيه هيعجبك جدا.